الحكاية بتبدأ مع جونج وهو مروح البيت. جونج يبقى بطل العالم في الملاكمة للشباب، وكان راجع بيته عشان يقابل أخته الصغيرة ووالدته للاحتفال بعيد ميلاده. وبعد ساعات طويلة وصل أخيرا، لكنه لاحظ إن المكان هادي ومفيش أي حد. وهنا كانت المفاجأة، جونج شاف إن في دم جنب كعكة عيد الميلاد، ولما تتبع أثره اكتشف إن والدته مصابة بشدة، وعرف منها إن في مجرمين هجموا على البيت عشان يسرقوهم. حس بالقلق وقرر يداوي جروحها، بس بدون سابق انذار في واحد من المجرمين حاول يخنقه ويخلص عليه. المجرمين الاغبياء ما كانوش يعرفوا ان جونج هو بطل العالم في ملاكمة الشباب، عشان كده اتمسكوا اتطحنوا، وجونج اخرج كل غضبه عليهم بسبب اللي عملوه، لدرجة انه قتلهم هما الاتنين باستخدام ايده. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث لمدرسة ثانوية، وهناك بنقابل شا طالب مجتهد وكان بيدرس بجد طول الوقت، حتى زميلته اتعجبت لانه ذكي وما بيزهقش من المذاكره. وفي بدايه الحصه المدرسه قدمت طالب جديد، فشا حس بالقلق منه. وهنا بنكتشف ان الطالب ده شاب متنمر وبيكره شا لانهم كانوا يعرفوا بعض زمان. اول ما المدرسه مشيت الطالب المتنمر اتبلطج على كل التلاميذ وتعدى على البنات بالفصل، فشا حاول يوقفه عند حده. طبعا المتنمر اتعصب وهزقه قدام الجميع. للأسف شا كان ضعيف ومش قادر يقاتل، عشان كده أخد قلم وهدد المتنمر بيه، فالمتنمر اتحداه يستخدم القلم لأنه جبان ومش هيعمل أي حاجة. وهنا حصلت المفاجأة، شا فقد أعصابه وطعن المتنمر في عينيه ووقع على الأرض زي الكلب، والجميع حسوا بالصدمة وما كانوش مصدقين اللي حصل. بعد كده شا اتقدم للمحكمة بسبب طعنه المتنمر في عينيه، وحكموا عليه ب5 سنين سجن في إصلاحية الشباب لأنه اتصرف من دماغه بدلا من إبلاغ البوليس عن المتنمر. بالفعل شا ركب الأتوبيس المتجه للإصلاحية، وأول ما دخلوا قعد بالصدفة جنب جونج بطل العالم في ملاكمة الشباب، لأن هو كمان اتحكم عليه بالسجن بسبب قتله للمجرمين اللي هجموا على أخته ووالدته. شا وجونج قضوا ساعات طويلة في الأتوبيس لحد ما وصلوا سجن الإصلاحية أخيرا، وهناك غيروا هدومهم لملابس السجن ووقفوا في صف عشان يدخلوا الزنزانات. في البداية شا قابل شاب اسمه مان قال انه دخل الاصلاحية بسبب السرقة، فشا حكاله على حكايته مع المتنمر والاتنين بقوا اصدقاء. وفي وقت الاستراحة شا ومان قابلوا سانج هو اقدم واحد في سجن الاصلاحية ويعرف كل الناس اللي فيه، ده غير انه حكالهم عن لي وأون لان الاتنين دول هم البلطجية اللي بيحكموا المكان ودايما بيتخانقوا مع بعض وبيسببوا مشاكل. سانج قال لشا ومان انهم لازم يتعلموا الدفاع عن نفسهم والا مش هيقدروا يعيشوا بامان. واول ما الاتنين خرجوا لساحة السجن الجميع كانوا بيلعبوا مباراة كرة قدم. في المباراة دي كان موجود ليه المجنون اقوى بلطجي في الاصلاحية بسبب حجمه وقوته الرهيبة، لكنه كان بينافس أون المعروف بسرعته وذكائه. بس فجأة وسط الماتش في 2 لاعبين اتصابوا، فليه اختار شا ومن عشان يلعبوا بدلا منهم. بالفعل الاتنين نزلوا الملعب بدون كلام لانهم ما كانوش يقدروا يرفضوا طلب ليه. ومن الاول بنلاحظ ان شا معرفش يتصرف وفضل واقف زي العبيط، ده غير انه بدل ما يشوط الكرة ضرب ليه المجنون في منطقة ممنوعة بدون قصد. فأون قال لشا انه وقع نفسه بمصيبة كبيرة. بعد المباراة ليه وأتباعه وخطفوا شا وكانوا هيمسكوه يطحنوه بسبب اللي عمله، لكنه لاحظ جونج من بعيد بالصدفة فهرب منهم على اخر لحظة وترجى جونج ينقذه. جونج حس بالشفقة على شا وامر ليه يسيبه في حاله، لكن ليه رفض، ده غير انه هزق جونج وشتمه. وهنا جونج كشف انه بطل العالم في ملاكمة الشباب ومسك ليه روقه وافقده الوعي بلكمة واحدة بس. بعد كده كمل في طريقه بدون كلام. تاني يوم كل المساجين الشباب اتجمعوا في مدرسة السجن وبدأوا يتعلموا لان معظمهم لسه طلبة. وهنا بنلاحظ ان ليه مركز جامد مع شا وعايز يطحنه، فمن قال له خلي بالك من نفسك لان حياتك في خطر. وسط الحصة في واحد من الحراس قال ان في زائر عايز يقابل شا، ولما شا خرج عشان يعرف مين اللي طلب يشوفه اتفاجئ ان هو الشاب المتنمر اللي طعنه في عينه، فحس برعب شديد وما كانش قادر يتحرك من الصدمة. المتنمر قال لشا انت دمرت حياتي لانك بعد ما اصبت عيني خرجت من المدرسة وكل اصحابي تركوني. طبعا شا فضل يعيط وترجاه انه يسامحه لكن بدون فايدة. والمتنمر قال له اول ما تخرج من السجن هعلمك الادب وهخليك تندم على اللي عملته. لما الزيارة انتهت شا رجع الفصل من جديد وليه فضل يضايقه بدون توقف، وبكده
وبكده شاه عرف ان حياته بقت جحيم لانه بيتعامل داخل السجن مع لي، ولو خرج المتنمر مش هيسيبه في حاله. بعد كده اتمشى في ساحة السجن وهناك لقى جونج بيتدرب، فشكر على مساعدته ووقف يتفرج عليه بدون كلام. بالليل شاه جات له كوابيس بسبب تهديد المتنمر ليه وما كانش عارف ينام. تاني يوم الصبح شاه رجع لجونج من جديد وقال له انا عايزك تدربني على الملاكمة عشان اقدر ادافع عن نفسي. في البداية جونج رفض لانه كان فاكر ان شاه هيستخدم قوته في الشر وهيأذي الضعفاء، لكن شاه قال ان هدفه الوحيد هو الدفاع عن نفسه ضد المتنمرين لانه عاش طول حياته مذلول ومتبهدل. وهنا جونج اتحدى شاه وقال له لو عرفت تجري حوالين ملعب السجن 100 مرة هدربك. فشاه وافق بدون تردد، مع ان جونج ملاكم قوي واتدرب طول حياته الا انه قدر يجري 70 لفة بس ووقف عشان يستريح. اما شاه كان بطيء جدا ووصل اللفة ال50 وتعب، فجونج قال له يستسلم لكنه رفض وكمل في طريقه. شاه افتكر ايام زمان لما كل المتنمرين اتبلطجوا عليه بسبب خوفه وضعفه وقدر انه يستجمع قوته ووصل اللفة ال90. وهنا جسم شاه استسلم ووقع في الارض، لكن عقله اصر على الاستمرار لانه لو ما اتعلمش الملاكمة هيفضل ضعيف وهيعيش حياته في ذل. طبعا جونج وقف شاه عن الجري لانه لو استمر على كده قلبه هيقف من الاجهاد ويموت. جونج اخد شاه للمستشفى بسرعة البرق، بعد كده قابل مدير السجن وهنا المدير شكره لانه بيدافع عن المساجين الضعفاء ضد المتنمرين. فجونج قال له مفيش مشكلة وطلب منه ينقل شاه للزنزانة الخاصة بيه عشان يبدأ يدربه على الملاكمة. بالفعل بعد ما شاه خلص علاج لما كان قاعد مع اصدقائه فجأة واحد من الحراس نادى عليه وقال انه هينتقل لزنزانة جونج، فحس بسعادة كبيرة. واول ما شاه وصل الزنزانة جونج طلب منه يبدأ التدريب ويلعب 32 تمرين الضغط، بس المصيبة ان شاه ضعيف وكان بيتمرن غلط. من هنا جونج بدأ يعلمه الاساسيات عشان يقدر يتمرن صح، وبكده هيأسس قوة عضلية رهيبة. مع ان شاه ضعيف جسديا الا ان عنده قوة ارادة وعزيمة رهيبة وكان بيضغط على نفسه في التمرين لأقصى الحدود. اما جونج اعطاه كل اسراره لانه عارف ان قلبه طيب وهيدافع عن الابرياء. في بداية التدريبات شاه ما كانش قادر يتمرن، لكن مع الوقت لياقته البدنية زادت وسرعته بقت رهيبة لدرجة ان باقي المساجين انبهروا بيه وبقوته. وبكده شاه الفاشل اللي ملهوش لازمة اصبح ملاكم محترف ملهوش حل. في الوقت ده الشاب المتنمر اللي شاه طعن عينيه كان ماشي وسط الشارع وسادد الطريق، فاصحاب السيارة فضلوا ينادوا عليه عشان يبعد ويكملوا بطريقهم، لكن الشاب المتنمر مجنون واتعصب عليهم بدون سبب. بعد كده كسر المراية الخاصة بيهم ونزل فيهم طحن. وهنا في زعيم عصابة مافيا خطير شافه وهو بيقاتل وقال له انت موهوب وممكن اشغلك معايا، لكن الشاب المتنمر رفض. فزعيم المافيا ضربه وقال له انا عارف انك مصف عينيك، لكنك لو سمعت كلامي واشتغلت معايا هعلمك ازاي تبقى مقاتل رهيب مفيش اي حد يقدر يهزمك. والمتنمر وافق على طلبه. اما شاه كان بياكل في كافيتيريا السجن وبيذاكر للامتحانات لانه لسه طالب. وهنا في واحد من اصدقائه قال له ان جونج ممكن يخرج من الاصلاحية ويتنقل لسجن تاني، فشاه حس بالحزن الشديد. بعد فترة شاه رجع للتدريب مع جونج وكان بيتعلم منه بعض التقنيات السرية، لكن جونج لاحظ انه مش مركز وسأله فيه ايه. وهنا شاه قال انه اكتشف انه هيتنقل لسجن تاني وهيسيبه لوحده. فجونج عرفه ان سنه هيعدي 21 سنة وبكده هيدخل سجن للكبار بدلا من اصلاحية الشباب. بس في وسط كلامهم شاه لمح 2 بلطجية بيطاردوا صاحبه فراح عشان ينقذه بسرعة البرق. في البداية البلطجية افتكروا شاه ضعيف، لكنه مسك واحد منهم علمه الادب واخد صاحبه ومشي بدون ما يعمل اي مشاكل. في الوقت ده ليه بلطجي السجن امر اتباعه يوصلوا لشاه باي طريقة لانه عايز يمسكه ويطحنه. ولما شاه كان بيتدرب مع جونج فجأة 2 من اصدقائه ظهروا وحذروه ان ليه بيدور عليه، فشاه قال انه لازم يقابله ويحل كل المشاكل معاه وش لوش، وجونج اتمنى له التوفيق. بالفعل شاه راح لمخبأ ليه واتكلم معاه. في البداية شاه كان عايز يتعامل بشكل ودي، لكن ليه نادل غفله وفضل يضرب فيه. وهنا شاه اتفادى لكماته وبدأ بالقتال. شاه هجم بكل قوته وقدر انه يسيطر على ليه في اول المعركة، بس المشكلة ان ليه ضخم وقوي جدا وقدر انه يمسك شاه يطحنه ومسح بيه الارض. لكن شاه عزيمته قوية ومع ان عظمه اتكسر وما كانش فيه امل يرجع للقتال من جديد الا انه وقف على رجله بصعوبة واستخدم التقنيات السرية اللي اتعلمها من جونج في توجيه ضربات سريعة ومركزة لدماغ ليه، وقدر انه يفقده الوعي ونزل فيه ضرب بدون توقف.
التوقف، لكن من حسن الحظ جونج ظهر على اخر لحظة ووقفه عند حده قبل ما يقتله. بعد كده اخرجه من المكان عشان يهدئ اعصابه. في الوقت ده بنعرف ان الشاب المتنمر اشتغل مع زعيم عصابة المافيا اللي قابله في الشارع، واصبح قاتل مأجور عديم الرحمة لدرجة انه بقى يدمر اي حد في طريقه، وزعيم عصابة المافيا اصبح فخور بيه. اما جونج وشا استمروا في التدريب بدون توقف، ولما كانوا بيتمرنوا مع بعض فجأة شا اتفوق على جونج وكان هيضربه، فجونج عرف ان شا اكمل تدريبه واصبح ملاكم ملهوش حل. بعد كده جهز هدومه لانه هيتنقل لسجن تاني وهيسيب الاصلاحية، فشا ودعه في حزن شديد وشكره لانه علمه ازاي يدافع عن نفسه ويبقى راجل. وهنا جونج قال لشا انه لازم يستمر في مقاتلة الاشرار لانه بيتميز بعزيمة قوية وقلب من حديد. اول ما جونج مشي وساب السجن شا فضل يعيط عليه لانه كان زي اخوه الكبير، لكنه جمد قلبه ورجع التمرين من جديد عشان يخليه فخور بيه. في الوقت ده جوجو خرج من الحبس الانفرادي. جوجو هو الزعيم في السجن، حتى ليه بيحترمه، لكنه سمع عن شا وقرر يقاتله لانه افتكره بلطجي وبيتنمر على الضعفاء. اما شا كان ماشي مع واحد من الحراس، ففي 2 من المساجين استدرجوا الحارس وقالوا ان في حريق كبير عشان يمشي وراهم. وهنا البلطجي اون استغل الفرصة وتحدى شا لقتال. في البداية شا رفض طلبه لكنه وافق بشرط ان اون يبطل بلطجة على المساجين الابرياء، فاون قبل التحدي وغفل شا برجل سريعة وقعته في الارض. لما جوجو زعيم المساجين رجع لزنزانته من جديد اتأكد ان المكان نظيف ومفهوش اي مشاكل، لكنه اتفاجئ بشا. وهنا جوجو حاول يقاتله لانه فاكره بلطجي، لكن شا رفض وعرفه انه طيب وبيدافع عن الضعفاء. وفي النهاية الاتنين اصبحوا اصدقاء. بعد فترة قصيرة الشاب المتنمر راح السجن عشان يزور شا وقال له انت وقتك في السجن قرب يخلص، واول ما هتخرج همسكك اروقك بسبب اللي عملته فيا. فشا حس بالرعب وما قدرش يتكلم. من هنا شا راح عشان ينفذ اتفاقه مع اون وتحداه في قتال قدام كل المساجين. في البداية اون فاجئ شا بسرعة رجله الرهيبة وسيطر عليه بسهولة، ده غير انه حصره جنب الحيطة ووقعه على الارض. لكن اول ما اون افتكر انه فاز بالمعركة وبدأ يحتفل شا وقف من جديد واظهر قوته الحقيقية، والمعركة ما بينهم كانت رهيبة جدا. بس فجأة شا غفل اون. بعد كده مسكوا في حركة تسليم مميتة لحد ما الحراس وصلوا اخيرا وقبضوا عليهم كلهم. للاسف شا دخل الحبس الانفرادي لايام طويلة، لكنه بعد ما خرج قابل جوجو وراحوا للي واون وطلبوا منهم يعملوا معاهدة سلام ويوقفوا قتال. طبعا الاتنين رفضوا في البداية لكنهم وافقوا بعد ما شا اعتذر لانه مسكهم طحنهم. وبكده كل المساجين بقوا يساعدوا بعض في سعادة، وجوجو وشا ولي واون اصبحوا اصدقاء اعزاء وقضوا وقتهم مع بعض. لكن بعد فترة قصيرة مدة شا في السجن انتهت اخيرا والحارس وصله للبوابة، فشا اخد نفسه وقرر يروح البيت. لكن فجأة الشاب المتنمر ظهر، وهنا بنعرف انه كان مستنيه بفارغ الصبر عشان يقاتله. في البداية شا طلب منه يسيبه في حاله وينسى المشاكل اللي ما بينهم، بس المتنمر قال انه لازم يخلص عليه ويرجع حقه. بالفعل المعركة بدأت والاتنين كانوا ماهرين بالملاكمة ونزلوا طحن في بعض. بس مع الوقت الشاب المتنمر بدأ يسيطر على شا اللي قاتل بكل ما عنده ورفض يستسلم. وهنا الشاب المتنمر غفل شا ولبس هدومه في دماغه عشان ما يقدرش يشوف. بعد كده استغل ضعفه ووجه له ضربة قوية وقعته على الارض. قبل ما شا يفقد الوعي افتكر كلام جونج وعرف انه مستحيل يستسلم، فوقف من جديد. بس المرة دي ضربات المتنمر ما كانتش بتأثر فيه ومسكوا علموا الادب لحد ما اصابه بشدة وسابه مرمي على الارض زي الكلب. وبكده شا قدر يثبت قوته وانتصر على عدو اللدود، ده غير انه زار جونج في السجن والاتنين فضلوا يهزروا ويضحكوا مع بعض. وده كان ملخص الفيلم. اشترك يا صديقي عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.